في قلب الغابات الأسترالية بتحصل معجزة كل يوم، بس عمر ما حد بياخد باله منها. المعجزة دي هي ولادة الكنغر. الكنغر لما بيتولد بيبقى قد حبة الفولة. يعني مثلا عندك الإنسان لما بيتولد حجمه قد البطيخة، والأم بتفضل حامل فيه لمدة 9 أشهر. لكن الكنغر بيتولد قد حبة الفولة عشان ظروف الحمل غير. هنا الأم الكنغر بتحمل شهر واحد بس، فطبيعي يتولد قد حبة الفولة. والمعجزة هنا إنه بيتولد شبه مشوه، من غير ايدين رجلين، مخه لسه ما اكتملش، جهاز التنفسي لسه ما كملش، ولا ايده ولا رجله. بس برغم كده اول ما بيجي الدنيا بيبدأ رحلة هي اقرب للمستحيل. اللي قد حبة الفولة ده يفضل يزحف 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 لحد ما يوصل لجيب امه، لان جيب امه ده بالنسبة له هو الحضن الدافي، الامان، وفي نفس الوقت التغذية. ويوم بعد يوم وهو عايش في الجيب ده بيطلع له فرو، اعضائه تبتدي تكتمل، واحدة واحدة بيبقى شكل الكونغر اللي احنا نعرفه. اللي اتولد أعمى ده بيكبر وبيشوف الغابة بأدق تفاصيلها، واللي كان قد حبة الفول ده بيبقى من أقوى القفازين في مملكة الحيوانات. الكنغر هو حيوان بري بيعيش في استراليا، ومنه أنواع كتيرة، بس أشهرها هو الكنغر الأحمر. والنوع ده بالتحديد طوله ممكن يوصل لمترين ونص، أنت متخيل؟ أما عن التكاثر، فأنثى الكنغر ممكن يبقى جوه الجيب بتاعها جنين لسه في أول الحمل، وجنين غيره بيكبر في الجيب، وواحد تالت لسه بيرضع. لأن هي جسمها مصمم لإدارة كل ده. تناسق غريب سبحان الله، زي ما يكون كده بتقسط الأطفال. والطريقة دي اسمها التكاثر المؤجل. يعني الجنين اللي لسه في بطنها في أول حمل بيقف نموه مؤقتا لحد ما الجنين التاني اللي بينمو ولسه مولود نموه يكتمل، بعد كده فترة الحمل تكتمل. لكن رغم ده طبعا الكونغر مش دايما آمن. في بعض المناطق بيتعرض الكونغر للصيد، وده طبعا بسبب لحمه، أو إنه بيعتبر تهديد للمزارعين. أنا بقول لك مترين ونص، تخيل أنت مترين ونص بيجري ورا واحد مزارع، هتعمل إيه؟ وفي بعض الولايات الأسترالية في قوانين بتسمح بصيد حيوان الكونغر، بس طبعا تحت رقابة. وظهرت تقارير عن صيد جماعي غير قانوني لحيوان الكونغر في استراليا. في ابريل سنة 2020 انتشر فيديو كده على التيك توك، بيظهر مجموعة من الشباب كده بيطاردوا كونغر، وما اكتفوش بكده، نزلوا قعدوا يضربوه بشاكوش لحد ما ينهوا حياة الحيوان، وعمالين بيضحكوا وبيهزروا وبيصوروا في فيديو مبسوطين. بس ده طبعا خلى الجمهور ولع، قال لهم ازاي بيعملوا كده، ازاي بالقسوة دي. أحد من المشاركين بقى في الجريمة دي كان شاب صغير عنده على 20 سنة اسمه بيتر، وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل حيوان. في ابريل 23 حكمت المحكمة على بيتر بإيه؟ بالخضوع لأمر تصحيح مجتمعي مع الالتزام بحسن السلوك لمدة سنتين. القصة دي بس مش عن كائن ضعيف بيكبر، دي طبيعة ذكية بتربيه وبتحميه، وعالم محتاج يحترم المعجزة اللي بتحصل كل يوم دي صمت. في الآخر متنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.